السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في مطبخ حفصة. اليوم ان شاء الله غادي نوجد معكم الرايب المغربي اولا الياغورت المنزلي. كيف ما كتشوفوا معايا كيجي عاقد بنين، حسن حتى من الياغورت اللي كنشريو، وبكميه اللي هي كثيره وطريقه اللي هي سهله. ما كنديروا فيه لا نيدو ولا حليب مجفف، فقط غير بالحليب العادي. كنصايبوه كيجي زوين بزاف. نعتمدوا هكا في السحور ديالنا لرمضان، وكذلك نعتمدوا هكا لوليداتنا حسن ما نبقاو نشريو لهم داك الياغورت الجاهز. وحاجه اخرى هي مثلا تقدري هذا الرايب هذا تصايبيه، فغادي تستغني نهائيا على دانون. هكا تبغي تعاودي تصايبي الرايب، فقط غتاخدي غير كاس من هذا الرايب هذا وتعاودي تصايبي به رايب اخر، فراه كيجي ناجح مليون بالمية. هذا هو اللي كنعتمد انا طيله شهر رمضان. وهاد القوام هذا اللي كيعطينا كيف ما كتشوفوا، فتابعوا معايا الفيديو للاخير باش تشوفوا المقادير مع طريقه التحضير. غادي نحتاج لتر ديال الحليب. النوع اللي بغيتو تستعملوه تقدروا تستعملوه. عندي واحد الكيس ديال سكر فانيلا. عندي هنا واحد الياغورت ديال الفاني، حتى هو تقدروا تستعملوا اي ماركه عندكم راه تقدروا ديروها. وعندي هنا السكر، انا غادي ندير 5 المعالق ديال السكر، وكيبقى السكر على حسب الذوق. اول حاجه غادي نبدا بها هنايا، غادي نجيب واحد الكاسرونه، غادي ندير فيها نص لتر ديال الحليب. وكما قلت لكم النوعيه ديال الحليب ماشي ضروريه، وتقدروا تستعملوا الحليب ديال العبار، راه كنصايبوا به حتى هو كيجي مزيان. وبالنسبه للسكر راه تقدروا تزيدوا اولا تنقصوا الكميه، ولكن هاد الخمسه ديال المعالق في لترو راه كيجي الحلاوه ديالو مزيانه. كنتو ما كتبغيوش الحلاوه بزاف تقدروا ديروا غير 4 المعالق. وبالنسبه للناس اللي عندهم هكا السكري فراه تقدروا ما ديروش السكر نهائيا، فراه حتى هو كيجي مزيان. صافي هنا درت السكر. غادي ندير هاد الكاسرونه هادي على العافيه، على واحد العافيه اللي متوسطه، حتى غيغلى هاد الحليب هذا. مباشره هنايا ما درت الحليب الاول اللي غلى في الكاسرونه. غادي ناخذ هنايا شي اناء اخر، غادي ندير فيه هذاك الياغورت ديال الفاني. وتقدروا ديروا اي ياغورت بالنكهه اللي بغيتو، راه ماشي شرط الفاني. نتوما النكهه اللي بغيتو تجيكم بها هذا الرايب هذا راه تقدروا تستعملوه. غادي نزيد مع هذاك الكيس ديال سكر فانيلا. وغادي نزيد هنايا غير واحد شويه ديال الحليب في الاول، ضروري باش هكا كيتخلط لنا هذاك الدانون، كيتخلط مزيان ما كيبقاش هكا محبب اولا في دوك الكريات ديال الياغورت. ومن الافضل اننا نستعملو هكا واحد الطراب اليدوي باش هكا كنتحصلوا على واحد النتيجه اللي مزيانه. وتقدروا تطحنوا هاد المكونات هادو في الكاس ديال العصير. ديروا هاد نص لتر ديال الحليب مع دانون مع الفاني. تقدروا تطحنوهم الا باش هكا تستعملوا الخلاط اليدوي. هنايا راه زدت هذيك الكميه ديال الحليب اللي بقات، وغادي نحرك مزيان هاد المكونات هادو. غادي ناخذ نص لتر ديال الحليب الاول اللي حتى طلعت فيه الغليه كيف ما غادي تشوفوا. غادي ناخذ هذاك الطراب اليدوي، غادي نبقى نحرك وانا كنخوي داك الحليب اللي طايب بهاد الطريقه هادي، باش ما كيطيبش لينا نخويوه في مره يطيب لينا هذاك دانون او لوت ويجينا الرايب ديالنا ما زوينش. صافي بهاد الطريقه هادي كنحرك حتى كينسجموا هاد المكونات هادو كلهم. خديت هنا داك الخليط كيف ما كتشوفوا، رديت النص ديالو هنا في الكاسرونه باش نلقى هكا نديرو في الكيسان. غادي نبدا نفرغ هنايا في الكيسان. وبالنسبه للكيسان راه تقدروا تستعملوا اي نوعيه نتوما بغيتو، وكاينين شي كويسات كيكونوا هكا بالغليقات ديالهم حتى هما زوينين بزاف. كل المهم اللي كان متوفر عندكم راه تقدروا تستعملوه. هنايا غادي نزيد الباقي ديال الكميه اللي بقات ليا.
تقريبا هاد الكميه هذه ديال اللتر ديال الحليب خرجت لي هنايا 9 الكيسان اللي راهم ما شاء الله راهم كبار. هاد الكيسان هادو راه تقريبا قرابين ديال العنبه. وإلا استعملتو كيسان صغر من هادو راه يعطيكم كميه اللي هي زايده على هادو، استعملتو اللي كبار غادي يعطيكم كميه اللي ناقصه. غادي نزيد هنايا واحد الكاس اخر كان خاصني صافي. وغادي ناخذ هنايا واحد الكوكوت غادي ندير فيها هاد الكيسان هادو. كاينين بزاف ديال الطرق اللي تقدروا تصايبوا بهم الرايب. راه كنت صايبت معكم الطريقه الاخرى اللي بلا كوكوت بلا ما. وكيف ما كتشوفوا بعدا اول حاجه هذا الرايب هذا ما فيه لا حليب مجفف ولا نيدو ولا حتى حاجه، فقط غير بالحليب العادي، اي حليب تقدروا تستعملوه، والفاني واي ضمن تقدروا تستعملوه. صافي هنايا غادي نصايب الكيسان في الكوكوت، وغادي ندير عليهم الماء اللي يكون سخون كما كنقولوا حنايا، يكون حرش شويه، ما يكونش الماء طايب، وكذلك ما يكونش داك الماء دافي بحال اللي كنعجنوا به، يكون الماء شويه زايد على دافي، باش هكا الا درنا الماء اللي يكون طايب يقدر يطيب لنا داك الحليب. فهمتوا؟ يطيب لنا داك الحليب ملي كنكونوا كناكلوا في الرايب كنحسوا هكا بحال داك الحليب تحبب شويه. فقط هكا الماء يكون غير حرش شويه، نديرو هكا في الكوكوت القياس اللي مثلا واحد نص كبير هكا اللي يوصل لنا الماء نص كبير ديال الكاس. صافي غادي نحبسوا الماء. تقدروا ديروا هكا السلوفان، كل كاس ديروا ليه السلوفان باش هكا تحافظوا على ديك السخونيه. انا هنا ما كانش عندي فما درتوش، فقط غادي غير نسد الكوكوت وندير الصفاره. كاينه الطريقه الاخرى كما قلت لكم، تقدروا تستفوا هكا دابا كويسات غير في شي شبكه، ولكن تفرشوا ليهم هكا شي حاجه سخونه، شي مانطه سخونه، وتحطوا الكيسان وتعاودوا تغطيوه بشي حاجه سخونه. المهم اهم حاجه هو ان هاد الشيء هذا يبقى سخون. هنا راني سديت الكوكوت كيف ما كتشوفوا، وغادي نغطيها وغادي نخليها تقريبا المده ديال الرايب. تقدروا تصايبوه في الصباح، العشيه غادي تلقاوه واجد، تقدروا تصايبوه بالليل، الصباح تلقاوه واجد. هذه هي المده اللي كيوجد فيها الرايب، وراه ما كياخذش شي وقت اللي هو طويل، فقط غير نعطيوه الخاطر باش كيجينا واحد الرايب اللي كيكون عاقد. وهذا هو الرايب كيف ما كتشوفوا. هنايا راه خدينا منه 3 ديال الكيسان هنايا باش تسحرنا، وكان في السحور راه كان واجد، ما صايبتو البارح تقريبا حتى العصر. وهنايا مع السحور راه لقيتو وجاد. هنايا كيف ما كتشوفوا راه الرايب راه ما مديور لا في الثلاجه لا في والو، راه من الكوكوت هنايا كنوريكم وكنقلب معكم الكيسان، فراه كيجي عاقد تماما بحال داك الياغورت اللي كنلقاوه عاقد، فراه هكا كيجي. ومازال الا درتوه في الثلاجه وبرد مزيان راه كيزيد يعقد. المهم راه كيجي رايب ناجح 100%. غادي تشوفوا معايا هنايا راه كنقلب الكيسان وما كيتخواش الرايب نهائيا. وكما قلت لكم هنا راه بقاو غير 6 ديال الكيسان، خدينا 3 في السحور. وهذا الرايب هذا راه كيجي اقتصادي، وكذلك تقدروا كاس ديال الرايب من هذا تخبيوه وتعاودوا ديروا به رايب اخر عوض دانون. غادي نوريكم هنايا القوام ديال الرايب كيفاش كيجي. فهنايا انا غادي نحط حدايا هنا واحد الكاس اخر، حيت كيف ما كتعرفوا راه حنا صايمين ما نقدرش ناكل هكا معكم. كيف ما كتشوفوا راه كيجي عاقد 100%. هذه هي الطريقه ديالي الناجحه، سواء هكا في الكوكوت اولا كيف ما قلت لكم هكا ندير غير الكيسان في الشبكه ونغطيهم مزيان ونخليهم نعطيهم الوقت ديالهم حتى كيولي لي الرايب هكا بهذا الشكل هذا. فكنتمنى ان الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم وتجربوا هذا الرايب هذا.